فهد، حاتم علي طلب طبيباً لإنقاذه، وهذا ما كشفته كاميرات المراقبة. فُجِع الوسط الفني والإعلامي بخبر وفاة المخرج السوري حاتم علي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر 58 عاماً. وأثار هذا الخبر صدمة لدى الجمهور العربي، وأعرب الكثير من النجوم عن حزنهم. وفجر الفنان السوري عابد فهد خلال مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون الشرق مفاجأة مدوية عندما قال أن حاتم علي أحس بتوعك وطلب الطبيب والإسعاف ولم يأتي أحد لمساعدته. وأضاف فهد: في هذه الأماكن، أي في الفندق، يجب أن يتم الاهتمام بهذه الأمور أكثر، مشدداً على أنه يجب أن تتم المساءلة عن هذا الأمر. يعني انا عرفت انه حاتم حاول يتصل بالتليفون وانه يطلب دكتور. أما الممثل السوري جمال سليمان فقال أن حاتم علي أرهق نفسه كثيراً في الفترة الأخيرة، فهو يسعى لأن تكون أعماله كاملة، مما يجعله في حالة توتر. الله يرحمه يا رب. عرفنا انك انت واصاله وسامر يعني موجودين، كنتوا متواجدين بالفندق محل ما توفى، شو بتقدر تعطينا تفاصيل؟ وأضاف سليمان أنه كان وزوجته يخططان لإقامة حفل رأس السنة في منزل سليمان بوجود حاتم علي، وتلقيا الخبر المفجع، وهو من أخبر زوجته دلع الرحبي التي كانت في كندا. الأمر الأكيد أن الوفاة طبيعية، وهذا ما كشفته كاميرات المراقبة في الفندق الذي توفي فيه حاتم علي، فقد سار في الرواق بشكل طبيعي ودخل غرفته وبقي وحده إلى أن دخل عليه عمال التنظيفات صباحا لينظفوا غرفته فوجدوه ميتا. يذكر أن حاتم علي سيدفن في دمشق بانتظار وصول زوجته من كندا.